السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة أنا جاية عشان أكلمكم، أنا مش إن أنا جاية عشان أتكلم مع بنتي، وده لأن بنت جارتنا الله يديها الصحة والعافية ويهديها ويهدي كل الستات يا رب. كان ليها واحدة صاحبة بتعتبرها الأنتيم بتاعها، على رأي اللغة بتاعتهم في العصر اللي هم فيه، الأنتيم بتاعها خالص. يعني جابت حاجة تقول لها، اشترت حاجة، رايحة بتفكر بس في حاجة تقول لها كل حاجة، كل أسرارها معاها. والتانية كانت بتقول لها بعض الحاجات وحاجات لأ. المهم هما الاتنين اتجوزوا طبعا بعد ما اتخرجوا من الجامعة، وهما كانوا أصحاب من أيام الجامعة. اتجوزوا وبدأت حياتهم تستقر هما الاتنين، وافترقوا شوية وبعد كده اتقابلوا. ولما اتقابلوا بقت بنت جارتنا تحكي لصاحبتها الانتيم بتاعها على كل حاجة، على كل حاجة، مع علاقتها مع جوزها، مع علاقتها مع أولادها، مع علاقتها مع جيرانها، كل حاجة كل حاجة. فبدأت التانية طبعا ما حكتلهاش كل حاجة زي ما هي واخدة على إنها تخبي عليها. يعني هي مثلا كانت منفصلة عن جوزها وما قالت لهاش، وبدأت بقى تسمع منها ايه اللي جوزها بيحبه، ايه اللي جوزها ما بيحبهوش، وايه اللي هي بتعمله مع جوزها وايه اللي ما بتعملوش وهكذا. وبدأت تقول لها ان جوزها راجل رومانسي شوية، وان هي ست عملية، وان هي عايزة تشوف شغلها والاولاد والبيت والمش عارف ايه وكلام من ده، وجوزها رومانسي شوية، عاوزها انها تقعد معاه وقت اطول، تخرج معاه اكتر، تشوفه هو اكتر حتى من الاولاد وهكذا. هي طبعا ما كانتش جارت صاحبتها دي، ما كانتش مخلفة وكانت فاضية قوي. بدأت بقى تعرف وتجمع معلومات عن جوز صاحبتها اللي هي بنت جارتنا، وقعدت تجمع عنها معلومات وعن جوزها وهكذا، حبة حبة حبة، لغاية ما عرفت جوزها بيحب ايه وما بيحبش ايه، وايه اللي يرضيه وايه اللي ما يرضيهوش. وفي مرة وهي عندها في البيت بتزورها، راحت قالت لها ايه، خش اعمل لنا شاي او حاجة. دخلت صاحبتها تعمل لها الشاي اللي هي بنت جارتنا، راحت صاحبتها ماسكة التليفون بتاعها واخدة رقم جوزها، ولما خدت رقم جوزها بدأت تشغله. طبعا هو ما يعرفش الرقم ده بتاع مين. بدأ يتكلم معاها كتير، بدأت الأول بكلام وبعدين تهريج، وبعدين طب عايزين نقابل بعض، طب عايزين مش عارف ايه، دنتها لغاية ما قالت له لازم تتجوزي. قال لها بس أنا ما أقدرش أفتح بيتين. قالت له خلاص، يا أنا يا البيت الأولاني. طبعا عشان هو شايفها هي فاضية خالص ليه، وعلشان هي مهتمية بيه أكتر وكلام من ده كله، بدأ ينجذب ليها هي أكتر، فساب بيته وأولاده وحياته وراح لها. الفترة دي طبعا بتبقى فترة ممكن نقول عليها مراهقة متأخرة بالنسبة للراجل ده. ممكن نقول عليها إن الراجل كان فقد حاجة ولقاها إن حد يسمعه وحد يتكلم معاه وهكذا يعني. لكن في الأول وفي الآخر هي فترة فيها نوع من إن وجود الشيطان في حياة البني آدم بتبقى أكتر شوية، لأن هو الواحد لو فكر بعقله فمفيش أحسن من دفء بيته وحياته وزوجته وأولاده. وإن حتى لو زوجته انشغلت عنه فانشغلت عنه بأولاده وبيته، هي ما انشغلتش عنه بحد تاني، وانشغلت عنه بيه برضه، لأن هي برضه عايزة توفر له إن هو يجي يلاقي الأكل جاهز، يجي يلاقي هدومه جاهزة، يجي يلاقي كل حاجة متوضبة، لو هو عاوز قميص معين يلبسه يلاقيه جاهز وهكذا. فطبعا راح انجذب لها وساب بيته، مش طلق مراته لا، ولكن أهملهم بقى، يقول لهم أنا مسافر تبع الشغل، أنا رايح، أنا جاي، أنا. طبعا مراته بدأت تحس بقى، لأن مش معقولة كده إن يعني على طول بعد خالص كده. فطبعا بدأت تحس وكده، بدأت تعرف، بدأت تشوف تليفونه وهو موجود في البيت، فبدأت تعرف إن هو فعلا متجوز. فهي كانت عاقلة قوي، عرفت ان كمان اللي اتجوزها دي صاحبتها، ودي كانت صدمة بالنسبة لها وهو ده اللي ضايقها. هي في مخها قالت بعض الرجالة ممكن يعملوا كده كتير، لكن زميلتي صاحبتي انتيمي اللي هي انا وهي كنا حاجة واحدة، كنت بحكي لها على كل حاجة. ودي طبعا غلطة تانية، لان مفيش حاجة اسمها احكي للي قدامي على كل حاجة. طب فين خصوصيتي انا ماليش حاجة خاصة كده؟ هل انا كتاب مفتوح للكل كده؟ مفيش حاجة خاصة تخص البني ادم ده؟ طبعا حاجة مش حلوة خالص، ودي تاني غلطة. طبعا كانت صدمتها كبيرة، وجت ونصحتها زي اللي قبلها، قلت لها اوعي تعرفيه انك عرفتي، علشان لو عرفتيه انك عرفتي هيبدأ ما يخافش منك، ويبدأ يقولك هو كده، عاجبك تقعدي، عاجبك مش عاجبك خلاص. لكن هو هيبقى فترة معينة وبعد كده هيزهق وهيرجع لك انتي والبيت والعيال، فاعملي نفسك مش واخدة بالك. المهم
خليكي انت في احسن صورة واسمعي له اكتر، وشوفي ايه اللي كنتي مقصرة فيه وارجعي صلحيه. حاولي على قد ما تقدري، وهم حتى الولاد كبروا شوية فمسؤوليتهم قلت شوية، يعني لا في حد بيرضع ولا في حد لسه بيستعمل الكادلز ولا في حد كده ولا كده، كله الحمد لله بيعرف ياكل وبيعرف يشرب ويخش الحمام وكل حاجة. فابدأي بقى اديله وقت هو اكتر عشان يفوق من اللي هو فيه. وده بيدينا نصيحة ان احنا ما نقولش اسرارنا لحد، يبقى لينا خصوصية نختص بيها، حاجة خاصة بينا، مش معنى انها صاحبتي وانتيمي والكلام الجديد ده اللي علينا خالص ان احنا نقول كل حاجة، لا، لازم نخلي لينا خصوصية، نخلي لينا حاجة احنا نختص بيها علشان ما تبقاش حياتنا كتاب مفتوح للغير. الغير هو كمان بيحرص على نفسه، يبقى ليه احنا ما نحرصش على نفسنا؟ يا رب نكون فهمنا الدرس. ودي كانت حكاية النهاردة. سلام بقى يا حبيبتي.